النهارده كلمتنا بنقول في مثل بيقول يا نازل مصر منك كتير، يا نازل مصر منك كتير. نازل على مصر من دولة عربية، من دولة أوروبية، من أي مكان. عايز الأزهر موجود، عايز العلم موجود، عايز الفسق والمخدرات موجودة. ده معنى المثل اللي انت وانت نازل تمام في اي بلد. انت رايح دلوقتي تركيا تمام، رايح عشان تشوف المعالم الاثرية والسياحية تمام، هتروح عايز اتجاه تاني موجود، كل حاجة موجودة. فانا من المثل دوت تمام قلت كلمة كده، يا داخل التيك توك تمام هتلاقي كتير، يا داخل التيك توك هتلاقي كتير. امبارح قاعد بتصفح كده على التيك توك، ففي دجال بيطلع بيقول تمام مواعظ للناس. دجال شمال ساحر تمام، معروف بدجله، معروف بفسقه تمام، بيطلع يوعظ الناس. افتكرت التعبان مصورينه ماسك سمكة في بقه تمام، وكاتبين فوقها ايه؟ الحمد لله انقذت السمكة من الغرق. فالدجال دوت جاي وفاهم اللي هو جاي ينقذ الناس. بيعمل ايه تمام؟ يجي يقول الكلام اللي احنا بنقوله او اي واحد صالح نافع بيقوله، فيجي يقوم قايل لك يا جماعة موضوع الازازة دوت غلط تمام. الفيديو اللي جاي هيجيب لك العظمة بتاعت اللوح، الفيديو اللي بعده هيقول لك كذا، والفيديو اللي بعده هيقول لك كذا، بحيث اللي انت تعتقد اللي هو ايه؟ اللي هو شيخ يمين وهو شيخ شمال، وهو عارف اللي هو شمال. عشان كده شغالين على التيك توك. ليه؟ اما يجي دلوقتي يدخل لك المقابر ويقوم عامل لك ازاي يا جماعه اللي ماشي بالازازه دوت راجل شمال. طب ما احنا عارفين اللي هو شمال. انت بقى بتصور في انه مقابر؟ ما بتصورش في مقابر بلدك ليه؟ تمام، لان انت عارف لو دخلت في مقابر بلدك اي عيل صغير هيشوفك هيقول الدجال دخل المقابر، انما بيروح مقابر تانية تمام، يخش على المقابر تمام، وطبعا جايب معاه ورقة سحر من اللي هو بيعملها تمام، ويفحر جنب المقابر كده تمام، وقام مطلع الورقة تمام، ويقوم عامل لك ازاي؟ الناس يا جماعة اللي بتروح تطهر المقابر وتطلع الورق ده، الورق ده ملوش اي لازمة تمام، لازما الحالة تاجي ويتقرأ عليها، ولازما تمام. وبعدين انت مين؟ ده انت دجال، ده انت اللي بتعمل الاعمال، ده انت اللي بتخش عليهم بالدجل وبالشعوذة، وبعدين انت داخل في سكة غير سكتك. ليه؟ انت شغال في الشمال وفي الدجل تمام. يا سحرة يا دجالين يا شمال يا اللي بتجوا على التيك توك الا من رحم ربي تمام، انت جاي تتكلم في الناس اللي بتدور وتبحث. ما تخليك في دجلك، ما تخليك في الجن تمام اللي انت شغال معاه، اللي انت اما تروح لحالة ترقيها تمام عايز تتجوزها عشان تاخد الجن اللي معاها تمام، اما لقيت الجن اللي معاها اقوى منك طلعت ونزلت جري. اول ما هي قالت لك انت ماشي مع فلانة من ورا مراتك وعايز تتجوزها، طلعت جري وسبت البيت يا راجل يا ذكر تمام. فانت قاعد تقول بقى، يقوم مطلع لك فيديو تمام زي كل الدجالين. يا جماعة علاج السحر في يوم واحد، علاج السحر في 7 دقايق، علاج السحر في 10 دقايق، علاج السحر في جلسة واحدة. ما كانش حد غلب يا دجال تمام. وبعدين يقوم عامل لك ازاي بقى؟ فيديو طويل عريض. انا عايز الناس اللي بتتفرج عليا وبتسمعني دلوقتي على التيك توك او الفيسبوك خلي بالكم، دي نصيحة لوجه الله. هو دجال وشمال تمام، يطلع يقوم عامل يا جماعة تمام ومش عارف وحق ايه وحق ايه. اي واحد تشوفوه بيحلف كتير اعرفوا اللي هو كذاب تمام. الشيخ اللي انتوا تروحوا له ويقول لكم محتاجين جلسات رقية شرعية وخدوا برنامج،
ده شيخ حافظ مش فاهم، وانت لا حافظ ولا فاهم ولا بتعرف تقرأ قرآن. انت كل اللي بتعمله بتدي للناس حاجات يشربوها عشان يرجعوا، وكل اللي انت حافظه آية واحدة بتقرأها غلط مع الصور الصغيرة. تمام؟ يقوم عامل لك ازاي يا جماعة؟ الشيخ اللي ما يعالجش في جلسة واحدة ما بيفهمش حاجة. طيب والدكتور يا دجال اللي احنا بنروح له بيقول لك وانت داخل عليه كده قوم خفيت؟ طب لو ما قاليش خفيت يبقى الدكتور مجدي يعقوب ما بيفهمش حاجة، يبقى الدكتور فلان ما بيفهمش حاجة، كل الدكاترة على مستوى العالم ما بتفهمش حاجة. ده أغلبية الدكاترة بيقول لك أسبوع وتعالالي، وبعد الأسبوع إيه اللي هيحصل؟ عايزين شوية أشعة وشوية تحاليل. تمام؟ البطل الراجل الرفيع كده اللي داخل الجيم عشان يتخن نفسه شوية، اللي عايز يدخل الجيم عشان يخس شوية، أول ما بيخش الجيم لو الكابتن بتاع الجيم ما قالكش اطلع يلا انت بقالك كام يوم عندنا، انا النهارده يا كابتن انا النهارده اول يوم، بكره هتخش بطولة العالم على الذهبية. لو بتاع الجيم ما قالكش كده يبقى ما بيفهمش حاجة في الجيم ولا في الرياضة ولا في الفتنس ولا في اي حاجة. كل دوت على كلام الدجال الشمال اللي يجي يقول لك اي شيخ راقي بيدي برنامج للحالة ما بيفهمش حاجة. يا جماعة اللي يروح للراقي يعالجه في جلسة واحدة او ما يعالجوش. تمام؟ ده الدجالين امثالك اللي معاهم جن وشياطين امثالك. تمام؟ وبعد ما هم معاك انت الجن والشياطين ما بتعالجش.